السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي معلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم دورة حول توجيهات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة. المحاكم تسهم في حل القضايا وفرض القانون في مديرية هيكوتا. جهود جادة لنقل التراث الثقافي والتقليدي إلى الأجيال في مديرية الصنعفة. غارة إسرائيلي على بيروت وسلسلة هجمات إيرانية على دول الخليج. كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصواريخ مجنحة استراتيجية. إندونيسيا تشتري منظومة صواريخ هندية روسية للدفاع الساحلي. نظمت وزارة التعليم يوم أمس 10 من مارس في مدينة كرن دورة تدريبية لمدراء المدارس التمهيدية والمشرفين ومعلمي المرحلة التمهيدية إلى جانب مسؤولي تنمية الموارد البشرية من جميع المديريات بإقليم عنسبة. شمل التدريب مواضيع مثل أهمية المرحلة التمهيدية ودورها في العملية الدراسية والتطورات التي يجب أن يعكسها الأطفال ومؤهلات المعلمين والألعاب المخصصة للأطفال وتأثيرها على نموهم وسلامة الفصول الدراسية والبيئة الملازمة لها. وقال مدير فرع تنمية الموارد البشرية في وزارة التعليم السيد قرماي قبرهيوت إن التدريب يهدف إلى إنشاء منصة لجميع الأطفال للوصول إلى التعليم التمهيدي ورفع كفاءة المعلمين. وذكر إن تركيز الحكومة على التعليم التمهيدي يسلط الضوء بشكل أساسي على أهمية التعليم في بناء الوطن، مضيفا أنه ينبغي على المتدربين تطبيق المعرفة التي اكتسبوها على أرض الواقع لتحقيق التطورات المنشودة في تقديم هذه الخدمات التعليمية. وأخيرا أشار إلى أنه تم وضع خطط لإجراء دورات تدريبية في جميع المديريات مستقبلا، وذكر بدور المعلمين وأولياء الأمور والإدارات والاتحادات الوطنية في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف البرامج الموالية لها. وأضافت السيدة مريم نقاسي إحدى مقدمات التدريب إن التدريب يهدف إلى تقييم أوجه القصور في مناهج رياض الأطفال الحالية ومناقشة ما يجب القيام به لتحسينها. وأشاد المشاركون بدورهم بالحملة الرامية إلى تمكين معلمات رياض الأطفال، كما أنهم قدموا اقتراحات بناءة. وفرت محكمة الدرجة الأولى في مديرية هيكوتا التي افتتحت في عام 2024 على السكان الوقت والمال بحل القضايا وبسط القانون. وفاد قاضي المحكمة السيد علي إبراهيم لوكالة الأنباء الإريترية أن القضايا ذات الطبيعة الجنائية والمدنية داخل المجتمع يتم عرضها والفصل فيها وفقا لمستواها، مما خفف من عبء القضايا في محكمة بارنتو وساعد على حل النزاعات بسرعة. وأضاف أنه تم البت في 94 قضية من أصل 105 قضايا جنائية تم رفعها إلى محكمة هيكوتا بالدرجة الأولى من خلال المدعي العام في عام 2025، بينما لا تزال بقية القضايا معلقة، مضيفا أنه سيتم إغلاق 128 قضية مدنية تم رفعها من خلال لجان الصلح الأهلية. من جانبهم أشار المواطنون إلى أنهم كانوا يضطرون للسفر إلى بارنتو بسبب عدم وجود محكمة من الدرجة الأولى في مديريتهم، مشيدين بجهود وزارة العدل الرامية إلى إحلال العدل وبسط القانون والمحافظة على القيم الوطنية الحميدة التي يتمتع بها المجتمع الإريتري. دعت فعاليات مجتمعية في مديرية صنعفة إلى ضرورة بذل جهود جادة قائمة على البحث والدراسة من أجل صون التراث الثقافي والتقليدي ونقله بصورة سليمة إلى الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال مهرجانات ثقافية نظمتها إدارة الإقليم الجنوبي بالتعاون مع إدارة مديرية صنعفة يومي 6 و7 من مارس في إدارات ضواحي أنبسة قلبة ولاحيو وبلدة سرحة. وأوضح كبار وأعيان المناطق أن انتشار الأزياء والأدوات الحديثة إلى جانب تراجع اهتمام بعض فئات الشباب يؤثر سلبا على الموروث الثقافي التقليدي، ودعوا المختصين إلى تقديم إسهامات مهنية للحفاظ على هذا التراث. من جانبهم أكد الشباب أن إيجاد بيئة تحافظ على أصالة هذا التراث بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن،
مشددين على أهمية تعاون كبار أعيان المجتمع والمؤسسات المعنية بشكل مشترك لتحقيق ذلك. بدورهم أوضح مدير إدارات الضواحي أن الهدف الأساسي من هذه المهرجانات التي تقام هو تعريف الشباب بثقافتهم وقيمهم التقليدية وتمكينهم من وراثتها والحفاظ عليها، معربين عن تقديرهم لكل الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الفعاليات. يذكر أن مهرجان إدارات الضواحي في مديرية صنعفة كان قد انطلق في 15 من فبراير الماضي. تم توزيع فراخ بلدي على المزارعين في مديرية السجانيتي ضمن الجهود التي تبذل لضمان الأمن الغذائي للأسر من خلال تشجيع تربية الدواجن. وأوضح أخصائي تربية الدواجن في مكتب الزراعة بالمديرية السيد يوهنس برهة إن الفراخ التي وزعت على المزارعين في 13 إدارة ضاحية تبلغ من العمر شهرا واحدا وتلقت الرعاية الطبية واللقاحات المناسبة. وذكر أن هذه الفراخ من سلالة مقاومة للأمراض ولديها عادة تناول الطعام بالتجوال. وحث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية السجانيتي السيد إياس أسفاو المزارعين للاهتمام بالفراخ بشكل صحيح، لأن تربية الدواجن نشاط زراعي يساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي. من جانبهم شكر المزارعون وزارة الزراعة على توزيع سلالات الدجاج المناسبة لبيئتهم بأسعار مناسبة، وطالبوا بإعداد اللقاحات والأدوية الأخرى لهم في المستقبل. قام فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الأوسط اليوم 11 من مارس بتوزيع معدات زراعية أساسية على 7 مزارعات مثاليات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة ألم بلاي أن البرنامج هو استمرار للبرامج التي يتم تنفيذها من وقت لآخر لتشجيع المزارعات المثاليات، مضيفة أنه يهدف إلى زيادة قدراتهن التنافسية وإنتاجيتهن. وأضافت أن العمل جار مع المؤسسات الحكومية والشركاء لتعزيز مشاركة المرأة في برامج التنمية كونها تمثل نصف المجتمع. من جانبها أشادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفا ميكائيل ببرنامج التحفيز، وحثت المزارعات المثاليات على عدم التراخي عند المستوى الذي وصلن إليه، بل السعي بجد أكبر لتحسين سبل عيشهن والتأثير على الأخريات بإيجابية. أكدت عضوات تنظيم الشابات العاملات في إقليم عنسبة أنه من الواجب الوطني بث الأمل ورفع معنويات ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك خلال زيارة وبرنامج ترفيهي في مدرسة التوحد ومتلازمة داون في مدينة كرن يوم أمس 10 من مارس. وقالت إن الزيارة تساعد في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول أسباب الإعاقة الذهنية والخلقية الأخرى بالإضافة إلى طبيعته الترفيهية. من جانبهم قال المعلمون إن توفير بيئة آمنة ومحبة أمر ضروري لضمان تنمية الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون. وأشارت مديرة المدرسة الأستاذة علياء عبد القادر إلى أنه لا يوجد سبب لمنع الطلاب من أن يكونوا منتجين، وأن هناك حاجة ماسة للعمل معا لضمان مشاركتهم في التعليم النظامي والتوظيف والتدريب والخدمات الاجتماعية. ويهدف تنظيم الشابات الموظفات الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية إلى رفع مستوى وعي المرأة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجعلها منتجة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قرر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلغاء الاتفاقيات الدولية السابقة المتعلقة ببرامج بلاده النووية. وقد صرح المرشد الجديد الذي خلف والده الذي قتل في قصف أمريكي إسرائيلي بأن امتلاك الأسلحة النووية حق سيادي لإيران، وأنه لن يتفاوض بشأنه أبدا. يأتي ذلك بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة 37 من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة هي الأعنف واستمرت 3 ساعات. وفي إسرائيل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بشكل متزامن العاصمة الإيرانية طهران والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي دول الخليج أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي هجمة صاروخية استهدفت الدولة. من جهتها أعلنت السعودية أنها اعترضت موجة من 7 طائرات مسيرة
كانت متجهة نحو حقل نفطي استراتيجي. أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية بأن الجيش الوطني قام بتنفيذ عملية إطلاق اختباري لصواريخ كروز استراتيجية من المدمرة البحرية تشو هيون. ووفقا للوكالة قام زعيم البلاد كيم جونغ أون بمتابعة الاختبارات عبر الفيديو. وبحسب الوكالة تم في إطار التجارب الجارية لتقييم القدرة التشغيلية للمدمرة تشيو هيون التابعة للبحرية الكورية الشمالية إجراء اختبار إطلاق آخر لصواريخ كروز استراتيجية في 10 من مارس. وفي 5 من مارس الجاري ذكرت الأنباء أن زعيم كوريا الشمالية أشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة الجديدة آنفة الذكر قبل دخولها الخدمة، مشيرا إلى أن تجهيز البحرية بالأسلحة النووية يحقق تقدما مرضيا. وفي إبريل من العام الماضي كشفت كوريا الشمالية عن السفينة تشوي هيون وهي مدمرة متعددة الأغراض تزن 5000 طن في إطار جهودها لتعزيز قوتها البحرية. وصممت السفينة لحمل صواريخ باليستية ومجنحة. أكدت وزارة الدفاع الإندونيسية أن إندونيسيا وافقت على شراء نظام صواريخ أسرع من الصوت من شركة روسية هندية لتعزيز الأمن على سواحلها. ويعد صاروخ براهاموس أحد أسرع صواريخ كروز الأسرع من الصوت في العالم، إذ يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 2.8 ماخ، أي ما يقرب من 3 أضعاف سرعة الصوت، ويمكن إطلاقه من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو من البر. وتم تطويره بواسطة شركة براهاموس إيروسبيس، وهي مشروع مشترك بين وكالة البحث والتطوير العسكري الهندية وشركة تصنيع الأسلحة الروسية. ولقد دخلت إندونيسيا في شراكة مع الهند لتعزيز تكنولوجيا الدفاع والصناعة لديها، وهذا ما صرح به ريكاردو سيرايت المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية. أدت أحدث نوبة لثوران بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية في إغلاق مؤقت لأجزاء من متنزه براكين هاواي الوطني وجزء من طريق سريع مهم بسبب تساقط شظايا بركانية زجاجية، إضافة إلى الرماد بحسب ما أكدت السلطات، مضيفة أن ارتفاع الحمم وصل إلى 1000 قدم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتساقطت الشظايا البركانية والرماد المعروف باسم التيفرا، مما أدى إلى إغلاق مؤقت للمناطق المحيطة بقمة البركان داخل المتنزه، وإغلاق جزئي للطريق السريع رقم 11، وهو طريق رئيسي يلتف حول الجزيرة على جانبي المنتزه. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم دورة حول توجيهات التعليم التمهيدي في إقليم عنزبة. المحاكم تسهم في حل القضايا وبسط القانون في مديرية هيكوتا. جهود جادة لنقل التراث الثقافي والتقليدي إلى الأجيال في مديرية صنافة. غارة إسرائيلية على بيروت وسلسلة هجمات إيرانية على دول الخليج. كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصواريخ مجنحة استراتيجية. إندونيسيا تشتري منظومة صواريخ هندية روسية للدفاع الساحلي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.